ماروك أخبار بالدارجة. السلام عليكم. ترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي إسماعيل مساء يوم الاثنين بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء حفلا دينيا لإحياء ليلة القدر المباركة. وكما حضر لهذا الحفل الديني على الخصوص رئيس الحكومة عبد العزيز أخنوش ورئيس مجلس النواب والمستشارين ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة. ولكن الشيء اللي اثار مواقع التواصل الاجتماعي هو الطريقه ديال الصلاه ديال عبد العزيز اخنوش الذي كان بجوار الملك، واللي الناس اللي استغربت بزاف الطريقه اللي كان كيسجد بها وكذلك اللي كيركع بها، بحيث ان رواد مواقع التواصل الاجتماعي طرحوا بزاف ديال التساؤلات وكيقولوا علاش عزيز اخنوش صلى بهذه الطريقه. وكذلك هذا الشيء ثار الانتباه ديال الملك محمد السادس كذلك، واللي خلاه يامره باش يقاد الصلاه ديالو وكذلك يدخل للصف ديال الصلاه، الشيء اللي قام به عزيز اخنوش فورا. ولكن بزاف ديال رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللي تبعوا الصلاه كامله غادي يشوفوا باللي عزيز اخنوش باين فيه المرض او عنده شي الم في الظهر ديالو، وسبحان الذي لا يمرض ولا يموت. لذلك اللي كيسخر من عزيز اخنوش اثناء الصلاه ديالو في ليله القدر قرب امير المؤمنين يجب ان يعيد حساباته. نعم كنختلفوا جميعا مع رئيس الحكومه بزاف ديال الامور، ولكن هذا الشيء لا يعنيني اننا نطمروا عليه في الصلاه ديالو.